سامحيني المرة دي عشان أنا بعدي غصب عني، واليوم بيفوت سنة من غير مالي يا حبيبتي. ازاي بعدك حعيش ماليش عني عشقم ده كاتوي بسرچو لريقا عشقتو دوری لیم غازی هر تو بوی پیت و تم لکوی بی من هر دیم تو عشقی تو من هرگز لا ندم وفا وسوزي تو احلف بهواكي وانا قلبي مصدق ان انا بهواكي وانا لسه بعشقك ولا حبعد عنك تاني ولا حنسى حبنا وادينا يا حياتي رجعنا لبعض. يمكن تبوتو عشقم ده لا ريتو كاتوي بسرچو لريقا عشقتو كاتدوري ليه رازي جيت ببلي بوي بيت وتم لك بيبي من هردين سامحيني المرة دي عشان خاطري أنا بعدي غصب عني واليوم بيفوت سنة من غير ما أحسب كلامي يا حبيبي قلت لك إزاي بعدك عيب عنك غنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وبكم وبكل الضيوف الكرام على شاشة روشن تي في.
كل شيء نقول لكم وبمناسبة عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير، وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن واليسر، وإن شاء الله في العيد القادم نكون قد حررنا بلدنا سوريا من رجس الإرهاب وفاشية النظام وزبانيته من التي دخلت سوريا وعاشت خرابا وفسادا. اليوم بلدنا سوريا يمر بمراحل مفصلية هامة وحساسة وتاريخية. سوريا بفعل التعنت والحل العسكري من قبل النظام السوري وبفعل المجاميع الإرهابية التي قصدت سوريا من كل حدب وصوب إلى مملكة للدمار والإرهاب. بفعل المجرمين الداخليين والأقليميين الدوليين، وتحولت سوريا إلى مرتع وملعب لتصفية الحسابات الأقليمية والدولية، والعالم يتفرج ولم يحرك ساكنا، والدم السوري يسيل كل يوم وساعة ودقيقة. فنتيجة انسداد الأفق السياسي وعدم الاتيان بحل سياسي معقول وشامل ينقذ السوريين من بين براثن ومخالب الإرهاب والرعب والدكتاتورية، تحولت كل طائفة أو مذهب أو قومية في سوريا إلى قنبلة موقوتة مهيئة للانفجار والانشطار في كل لحظة. لقد أعلن عن الكثير من المنصات والتشكيلات السياسية والحزبية والعسكرية والتنظيمية داخل الوطن وخارجه، لكنها كلها باءت بالفشل وتحولت معظمها إلى مطية لتنفيذ الأجندات الإقليمية والدولية ودون الاهتمام والاكتراث إلى الوضع السوري وبنية الصراع فيه. فهل استشهد حمزة الخطيب مثلا من أجل أن نأتي بالعصابات الإرهابية وتقوم بنهب عفرين عن بكرة أبيها وتدمير التاريخ والأثار فيها؟ وهل استشهد إبراهيم القاشوش منشد الثورة السورية المباركة من أجل أن نطلب السماح من الدكتاتور ونرجع إلى حضن النظام ثانية مطأطئي الرؤوس؟ وهل استشهد مشعل التمو من أجل أن نقول عن الكرد ومرتزقة؟ وهناك الآلاف والآلاف من الأمثلة. لنرجع إلى الميدان. اليوم وفي بحر هذا الأسبوع أعلن عن تشكيل جسم سياسي جديد حاضن للكرد وللعرب من القوميات في الشرق السوري، جسم يرفع شعار الواجبات لكل الملل والنحل والقوميات والأعراق والأديان والمذاهب، جسم يرى في سوريا أنها لكل قومياتها ومذاهبها وطوائفها. نعم قبل أيام أعلن في المناطق الكردية العربية الآشورية السريانية في الشرق السوري عن تشكيل جسم سياسي جديد أطلق عليه جبهة السلام والحرية. ضم هذا الجسم تيار الغد السوري والحركة الآشورية والمجلس العربي في الجزيرة والفرات والمجلس الوطني الكردي الأناكسة. للمزيد من التحليل والوقوف على ماهية هذا الجسم السياسي الجديد وبرنامجه السياسي، نستضيف اليوم ضيفين عزيزين، وهما الأستاذ فيصل يوسف عضو الهيئة في المجلس الوطني الكردي، والسيد قاسم الخطيب عضو الأمانة العامة في تيار الغد السوري برئاسة الأستاذ أحمد الجربة. فأهلا بكما ضيفين عزيزين، أهلا بالأصدقاء. عم تسمعني أستاذ فيصل؟ أستاذ فيصل عم تسمع؟ يظهر أستاذ فيصل. يا أستاذ فيصل خلي تكون تمام عم بسمعك أستاذ عناية. شكرا أستاذ فيصل، الكاميرا تكون بشكل عرضي عم بسمعك تمام. يا ريت تكون كاميرتك تكون بشكل عرضي يعني. عم بسمعك. هلا اوكي. اهلا وسهلا بضيفي الكريمين. لنسال بدايه بالضبط، لنسال بدايه السيد قاسم الخطيب، والذي عمل ايضا كعضو في اللجنه الدستوريه
المصغرة وعضو هيئة المفاوضات وعضو سابق في الائتلاف الوطني السوري وعضو في منصة القاهرة في الجولات السابقة. ويقيم السيد الخطيب اليوم في جمهورية مصر العربية بشكل شبه دائم. أستاذ قاسم الخطيب، أنت في تأسيس التشكيلات والمنظمات والهيئات المختلفة. السؤال هنا، هل سيكون هذا الجسم السياسي الجديد الذي خرج على مسرح الأحداث هو الجسم النهائي لما تقومون به من فعل وعمل سياسي، أم سيكون مصيره مثل مصير باقي الأجسام والمنصات والتحالفات التي ذهبت إدراج الرياح؟ تفضل. وكل عام وأنتم بخير، أنتم والسادة المتابعون والمشاهدين. طبعا كما تفضلت، جاء الجسم السياسي أو ما يسمى الجبهة التي تشكلت في الآونة الأخيرة من 4 مكونات تعمل على الساحة السورية، وهي تيار الغد السوري كما تفضلت برئاسة السيد الجربة، بالإضافة للمجلس الوطني الكردي الذي ممثل في أكثر من 10 أحزاب من الأخوة الكرد داخل سوريا يعملون على الأرض، وفي نفس الوقت الكتلة الآثورية التي هي لها باع طويل في العمل الوطني والعمل السياسي، والمجلس العربي الذي تشكل عام 2000 في بداية عام 2018 وتمثيله تقريبا أغلب أعضاؤه هم من منطقة الجزيرة. طبعا هذه الحالة هي الحالة الطبيعية بداية، لأنه أتت هذه الحالة وتشكلت هذه الجبهة لتؤكد المؤكد. هناك عملية تواصل سابقة سواء بين التيار والمجلس الوطني وبين شخصيات التيار المناضلة وشخصيات المجلس الوطني، وفي نفس الوقت أيضا الكتلة الآثورية. إنما اليوم نرى أنه ظروف المعارضة السورية أكثر تشتتا، فرأت القيادة في التيار والقيادة في المجلس الوطني والقيادة في الكتلة الآثورية، رأت أنه من المفيد في هذه المحنة التي تمر بها سوريا الحبيبة والعزيزة علينا وعليكم أنه يكون هناك جبهة. وهذه الجبهة ليست هي فقط محصورة في منطقة الجزيرة والفرات، إنما هي مشروع وطني لكل أنحاء سوريا. كما تعلمون المجلس الوطني الكردي له امتداد على كل جغرافية سوريا. هل الكرد في مدينة دمشق سواء في المهاجرين أو ركن الدين غير ممثلين في المجلس الوطني؟ لا، بالتأكيد هم ممثلين. هل الكرد اللي موجودين في اللاذقية وينتمون إلى أحزاب سياسية داخل المجلس الوطني غير ممثلين أو غير معنيين؟ لا، بالتأكيد هم مناضلين وهم ممثلين داخل المجلس الوطني الكردي. وهذا ينطبق على تيار الغد السوري. تيار الغد السوري عندما انطلق من مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية أكيد حضر هذا التيار سوريين سواء من دمشق أو من اللاذقية أو من طرطوس أو من السويدة أو من درعا أو من الرقة أو من حلب. فإذا هو هذا مشروع الجبهة، مشروع مفتوح لكل المعارضة الوطنية الديمقراطية التي تؤمن في الحل السياسي على كافة الأراضي السورية. أستاذ قاسم الخطيب، يعني لماذا أخذتم القسم الشرقي من سوريا؟ هل من دلالات سياسية جيوسياسية للموضوع لجبهة السلام والحرية؟ طبعا دلالات عديدة، وعلى رأسها أنه بدأ الانفراج إلى حد ما في مناطق الجزيرة في مناخ سياسي في بيئة إلى حد ما آمنة. اليوم فيما لو فكرنا في أي جغرافيا من سوريا، هل آمنة لأي مواطن سوري يريد أن يمارس حقوقه السياسية؟ هل شمال سوريا آمن لنا كمعارضة وطنية ديمقراطية؟ هل الوسط هو آمن؟ هل دمشق هي آمنة؟ هل الساحل السوري آمن؟ بالتأكيد لا يوجد أمان. من يناضل داخل سوريا، من قارع الاستبداد في السابق، اليوم
إلى حد ما بدأنا نشعر أن هناك هامش ديمقراطي أو بيئة آمنة أو مناخ سياسي للمعارضة السورية تعمل على أرض الواقع. أستاذ قاسم اعذرني، تحت أي عناصر تقول بأن هذه المنطقة منطقة شبه آمنة؟ هل نستطيع أن نشرك بعض العناصر من الإدارة الذاتية؟ يعني نستعين ببعض عناصر وجود الإدارة الذاتية مثل ما تفضلت أنه عناصر الهدوء، عناصر الاستيعاب، العناصر اللي ساعدتكم عن هذا الجسم السياسي؟ طبعا بالتأكيد الزملاء في المجلس الوطني والكتلة الآشورية الذين تابعوا المؤتمر من مدينة القامشلي العزيزة بالتأكيد لا يستطيعون أن يتابعون هذا المؤتمر لا من عفرين المحتلة ولا من حلب، ولا يستطيعون أن يتابعونه من دمشق في ظل هذا النظام الاستبدادي المخابراتي. بالتأكيد أنا أؤكد أنه كان هناك هامش ديمقراطي. نعم ممكن بالبداية قبل الحوار الكردي الذي بدأ خطواته الأولى ونحن باركنا هذا الحوار، بدأ هناك إلى حد ما نوع من الانفراج في مدينة القامشلي لنمارس حقنا كمعارضة سورية من داخل بلدنا. وهذا المؤتمر هو كان فاتحة وبداية خير ومرحب بكل المعارضة السورية، وهذا نأمله في المستقبل أن يتواجد السوريين لأي مؤتمر وطني عام من مدينة القامشلي. وإن الفخر نحن كأبناء جزيرة ونحن كسوريين أن يكون لنا رقعة على الأرض نمارس فيها حقنا السياسي بداية من مدينة القامشلي. يظهر أستاذ فيصل يوسف طلع من الخط. أستاذ فيصل بس ليرجع لنكمل الحوار. يظهر أنه الخط بالبلد بالقامشلي. بتسمعنا أستاذ عناد؟ النت عنه مع الأسف النت عنه ضعيف جدا. ممكن عم بسمعك هلا بس النت عنه ضعيف. اوكي، ممكن اوجه السؤال استاذ فيصل وانت على الشاشه. استاذ فيصل يوسف المنسق العام لحركه الاصلاح الكردي في سوريا وعضو الهيئه الرئاسيه للمجلس الوطني الكردي، انتم ما زلتم تتفاوضون على طرف الايمن من الطاوله مع الإدارة الذاتية وقصد لتوحيد الرؤى السياسية والقومية للكرد، وفجأة أعلنتم مع بعض الأطراف العربية والأشورية عن تشكيل جسم سياسي جديد. ألا يتعارض هذا مع ما تقومون به مع الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية؟ وبحسب بعض الكتاب أو بعض المحللين يقولون بأنه جاء كطعن في الظهر ومن الخلف للإدارة الذاتية. يظهر فيصل عم بيروح وعم بيجي استاذ قاسم، فانا مضطر اسالك السؤال الثاني. استاذ فيصل النت عنده ضعيف. استاذ قاسم، انتم الطرف الوحيد الذي يبارك الانفراج وترتيب البيت الكردي او توحيد الخطاب الكردي في سوريا. إذا رأينا أطياف المعارضة أو إذا شاهدنا مواقف المعارضات الأخرى وخاصة المعارضة التي تجلس في تركيا، خرجت ببيانات وخرجوا بعض المسؤولين منهم وبعض المحللين منهم وحاربوا هذا التقارب الكردي وحاربوكم أيضا في إعلانكم لهذا الجسم السياسي الجديد. كيف تستطيعون أنتم كجسم براغماتي تيار الغد يعمل بين مختلف الأطياف السورية من الكرد والعرب والآشوريين ومن الائتلاف ومن المعارضات الأخرى والمنصات، كيف تستطيعون أن تخلقوا سياسة مرنة بين كل التناقضات، وخاصة المعارضة السورية في تركيا تعارض كل ما تقومون به في الشرق السوري؟ تفضل. طبعا يعني سنعاني بالتأكيد. الواقع السوري مرير وواقع المعارضة السورية أمر، وهناك خلافات كانت واضحة لدى المعارضة الكردية وأيضا هناك خلافات كانت أكبر وواضحة لدى المعارضة فيما بينها العربية. اليوم نحن خطينا خطوة إيجابية ولنا سابقة في هذا الموضوع. عندما كان السيد الجربة رئيس لتيار الغد السوري
عملنا جاهدين، وأنا آنذاك مع زملائي ككتلة ديمقراطية داخل الائتلاف عملنا جاهدين على ضم المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف، وتمثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف. أيضا كانوا الزملاء ورفاقنا في هيئة التنسيق الوطنية هم جزء الحزب الاتحاد الديمقراطي ومجموعة صالح مسلم آنذاك ما يسمون، والأحزاب الكردية اللي بالطرف الآخر كانت هي حليفة لهيئة التنسيق. نحن عندما عقدنا أيضا مؤتمر القاهرة جمعنا كلا الطرفين من المعارضة الكردية. في 22/1/2015 دعينا المجلس الوطني ودعينا آنذاك بمبادرة لمجموعة الإدارة الذاتية، ما يسمى الإدارة الذاتية اليوم، وحضروا إلى القاهرة، واستطعنا أن نوحد كلا الطرفين الكرديين. مع العلم كان هناك ما يقارب في شهر 8 و9 من عام 2015 بشهر 6 18 19 6 2015 حضر ما يقارب 170 شخصية وطنية كردية وعربية من المعارضة الوطنية الديمقراطية التي تؤمن بالحل السياسي وتنبذ العنف وتنبذ حمل السلاح. وحضرنا وعقدنا مؤتمر القاهرة 3 وكان الاثنين، وكان من الأجدر أنه هذا المؤتمر أنه يضم كل أطياف المعارضة السورية، وأخذنا دورنا في هذا المؤتمر وتمثلت الإدارة الذاتية كما تمثل المجلس الوطني في منصة القاهرة. مع الأسف الأخوة في الإدارة الذاتية أخذوا منحى آخر. أولا طرحوا مشروع الفيدرالية، وكان هذا إلى حد ما مرفوض من قبل وفهم الشعب السوري وفهمت الجامعة العربية وفهموا الأخوة المصريين أنهم يبحثون على اقتطاع جزء من الأراضي السورية، وحرب هذا المشروع إلى حد ما. كما الأخوة في المجلس الوطني ضغط عليهم قيادة الائتلاف بالانسحاب من منصة القاهرة. بقينا نحن في منصة القاهرة واستمرت منصة القاهرة حتى أخذت دورها الطبيعي ضمن هيئة المفاوضات. طبعا المجلس الوطني الكردي استاذ قاسم خذ لك شفت مي معلش. لا طبيعي. المجلس الوطني الكردي هو اليوم ممثل في الائتلاف ومكون أساسي من مكونات هيئة المفاوضات. إذا بدنا نرجع على بداية السؤال، أنه نعم نحن اليوم نعمل في حقل من الألغام، سواء نحن أو حلفائنا في هذه الجبهة. إنما عولنا على الحوار الكردي اليوم مبدئيا صار حالة من يعني كجولة أولى فيها شيء من النجاح، ونحن باركنا. نتأمل في الجولة الثانية من هذا الحوار اللي محطوط ضمن جدول أعماله أنه الأخذ باتفاق دهوك 2014 اثنين يكونون الأخوة في المجلس الوطني هم شركاء في قيادة منطقة الإدارة الذاتية، وهذا ما نعول عليه. ومن ثم نذهب في حوار كامل كردي ونكون شركاء نحن كطرف عربي في هذا الكردي، لأنه سوريا مطلوبة من الطرف العربي ومن الطرف الكردي. خليك أستاذ قاسم خليك معي. لا أشرك الأستاذ فيصل يوسف. أستاذ فيصل عم تسمعنا؟ أستاذ فيصل عم تسمعني؟ أستاذ فيصل يوسف. أستاذ فيصل عم تسمعني ولا لا؟ بسمعكم. نعم تمام. أستاذ فيصل بسمعك. اوكي خليك معي. استاذ فيصل سؤالي هو كان يعني سؤالي لك عم بسمعك استاذ عناية. عم بسمعك. تمام. انتم ما زلتم تتفاوضون على الطرف الايمن من الدولة. نعم. تتفاوضون الإدارة الذاتية على الطرف الأيمن وتلجؤون إلى الطرف الأيسر من الطاولة، وأعلنتم عن جسم سياسي معين. ألا يعتبر هذا طعن من الظهر للإدارة الذاتية؟
استاذ فيصل يظهر النت كثير شكرا. ضعيف. عم تسمعني؟ عم تسمعني؟ ايه تفضل. عم تسمعني؟ بلى عم نسمعك. تحياتي لك وللصديق الأستاذ قاسم الخطيب ولكل المستمعين الكرام. نحن لم نتفاوض على حساب طرف، وإنما أعلنا عن جبهة تكون هذه الجبهة نواة لعمل وطني أوسع. هذه الجبهة تشكلت في المنطقة الشمالية الشرقية، وتحديدا تم الإعلان عنها من مدينة قامشت ومن القاهرة وفي مناطق أخرى، لكنها ليست مناطقية بل هي حالة وطنية عامة. المجلس الوطني الكردي له موقعه في هيئة التفاوض وفي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وأحد أهداف المجلس الوطني الكردي تعزيز علاقاته مع مختلف القوى الوطنية المعارضة. لنا علاقات جيدة في السابق مع المنظمة الآسورية الديمقراطية ومع تيار الغد السوري، وسعينا للتنسيق والعمل الجبهوي لتنشيط العمل المعارض وتشكيل نواة لننطلق معا في إطار الأطر الذي نعمل من خلالها. ليست هذه الجبهة على الضد من حواراتنا ومفاوضاتنا مع حزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب الحليفة معه، لا بل نعتقد بأن هذا الحوار يجري في سياق عمل المعارضة ووحدتها بشكل عام، ونعتقد بأن هذه الجبهة ستكون أيضا عاملا لتعزيز السلم الأهلي وصيانته، وربما في المستقبل يمكن إن توصلنا إلى اتفاق وحل الخلافات القائمة بيننا وبين الاتحاد الوطني والأحزاب الحليفة معه بأن تتحاور هذه الجبهة أيضا للعمل معا على خدمة أبناء المناطق في الجزيرة وفي المناطق الأخرى. أؤكد بأننا كمجلس وطني كردي وكالأحزاب الأخرى سواء تيار الغد أو المنظمة الآسورية نعمل في الإطار الوطني العام، ويهمنا تعزيز العمل المشترك في مناطق الجزيرة وفي مناطق كوباني وفي مناطق أخرى. وأكد بأن هذه الجبهة لا تستهدف المفاوضات الحالية، ونسعى بكل جهد لإنجاح هذه المفاوضات وحل الخلافات القائمة وصولا لموقف كردي موحد. ونعتقد بأن هذه الجبهة ستكون مؤازرة ومؤيدة لأي اتفاق كردي. اوكي، شكرا استاذ فيصل. راح اشرك الاستاذ قاسم الخطيب. استاذ قاسم، تيار الغد السوري له من العلاقات والوشائج الروحيه والاجتماعيه مع اقليم كردستان العراق، والسيد احمد الجربة له من العلاقات القويه مع رئاسه اقليم كردستان العراق. فهناك من يقول بان هذا التعاون الكردي العربي الاشوري او هذه الجبهه هي عبارة عن صورة طبق الأصل لتجربة كردستان العراق عندما رحبت بكل المعارضات العراقية وجاءت بها إلى كردستان، وتحولت كردستان إلى منطلق للقضاء على نظام صدام حسين. هل هذا السيناريو ممكن تحقيقه مرة ثانية في سوريا، أم أن الصورة مغايرة عندنا في سوريا؟ طبعا الصورة مغايرة تماما، إنما ممكن نحن نستفيد من تجربة كردستان العراق
في كثير من القضايا، في مواضيع مهمة جدا، ونحن نحترم هذه العلاقة مع السيد مسعود البرزاني ونقدر له كل الخدمات التي قدمها للشعب السوري. فبالتأكيد إنما التجربة لا تنطبق. ممكن يكون أقليم كردستان في العراق هناك عرق أو قومية صافية إلى حد ما، هي القومية الكردية موجودة، إنما اليوم الجزيرة السورية هي خليط من المكون العربي، من المكون الكردي، من المكون الآشوري. إنما نحن نستفيد التجربة الصحيحة التي قامت في كردستان العراق. إنما اليوم نحن نحصر مشروعنا، وأنا أؤكد هنا مشروع وطني لكل جغرافية سوريا. هذا العمل أو هذا التجمع في مؤتمرنا الصحفي أكدنا مرحب بكل أطياف المعارضة السورية. واليوم أنا حكيت أنه هناك مناخ وبيئة آمنة لتشكيل أحزاب جديدة داخل مناطق شرق الفرات أو الجزيرة السورية. ممكن من هون لسنة لشهر تنتج هاي المنطقة أحزاب سياسية جديدة، سواء عربية ولا كردية، تيارات، مكونات، منظمات مجتمع مدني، بالتأكيد مرحب فيها. واليوم إذا احنا فتحنا خطوط مع باقي أطياف المعارضة التي هي موجودة في الداخل السوري، أيضا مرحب فيهم في هذا الكيان ما زال وليد لاحظتوا، إنما في عمل سيقع على عاتق تلك المكونات حتى نصل إلى جبهة واسعة تضم كل السوريين بكل إثنياتهم بكل قومياتهم. لما يكون مشروعنا الوطني واضح، ما ينطبق على الجزيرة والفرات المفروض ينطبق على الجبهة الجنوبية، على الجبهة الشمالية، على وسط سوريا، وفي المستقبل نكون جبهة واحدة يحذون حذو هذه الجبهة، ومن ثم نتفق بالمجموع عندما تكون هناك مناطق آمنة لكل السوريين. بالتأكيد ستكون جبهة واحدة لكل الشعب السوري. اوكي استاذ فيصل، عم تسمعني؟ بدي اوجه سؤال خاص لك. عم تسمعني استاذ فيصل؟ يظهر الخط كثير ضعيف بالقاموس ليه. استاذ فيصل عم تسمعني؟ عم بسمعك. نعم. اوكي استاذ فيصل، تركيا تتهمكم بالخروج عم بسمعك استاذ عنايات. اوكي استاذ فيصل يوسف، تركيا تتهمكم بالخروج من صفوف. نعم. بلى، تركيا تتهمكم بالخروج من صفوف الائتلاف، فما أن جلستم مع القسد والإدارة الذاتية جن جنون تركيا وشغلت كل الإسلاميين والراديكاليين وبعض أطياف المعارضة والقيام بتشويه سمعة الأنكسة وما تطمحون إليه، حتى قال وزير خارجية تركيا بأن من يجتمع مع حزب العمال الكردستاني فهو هدف مشروع بالنسبة إلينا. فهل هذا التشكيل الجديد هو رسالة منكم إلى بعض المعارضات التي تسكن تركيا، وهي رسالة أيضا إلى تركيا بأنكم تبحثون عن شخصية مستقلة كردية في سوريا وبعث الرسائل إلى الكثير من الأطراف ومنها تركيا؟ تفضل. شكرا. اولا استاذ فيصل، يظهر صارت معنا استاذ قاسم، فراح
اسالك استاذ قاسم، في تفضل. ظل في ظل توزيع الكعكة السورية والاتيان بسيناريوهات جديدة بين اللاعبين الكبار، طيارون الروس والإسرائيليين والأمريكان يسلمون على بعضهم البعض في السماء السورية: سنأكل أجساد بعضنا البعض. فهل الإعلان عن هكذا جبهة سياسية هو نتيجة توافقات بين الدول الإقليمية والدول الكبرى في مصالحها، أم أنها آت فعلا نتيجة للوعي السوري العام والكبير والذي يعرف وبات يعرف بأن خلاصه يكمن في وحدته؟ شكرا. طبعا نحن ندرك بأن الملف السوري منذ بداية 2012 الدول خرج من الجامعة العربية ومن الإطار العربي والدول الملف السوري. طبعا هناك لاعبين كثيرين غير الأمريكان وغير الروس فاعلين في الملف السوري ولاعبين سواء من دول عربية خليجية أو من عرب من دول إقليمية أو من دول عالمية، وهذا لا يخفى على السامع ولا على الناظر. إنما اليوم هذا ما حصل، هذا الجبهة التي تشكلت هي شأن سوري، ولا يمكن نحن كسوريين أن نطلب الإذن من الأتراك أو نطلب الإذن من القطريين أو نطلب الإذن من الأمريكان أو من الروس على العلاقة التي تربطنا فيما بيننا كمعارضين سوريين. هل هناك أحد في العالم يتحكم في علاقة مع الأستاذ فيصل يوسف؟ بالتأكيد هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي. لو نحن نقبل بأن أحد أو دول تتحكم فينا كان بالأساس ما خرجنا من بلدنا ولا قارعنا هذا النظام. بالتأكيد هو قرار سوري ومعارضة سورية، وهناك كونكت فيما بينها منذ تشكيل كل تنظيم من هذه التنظيمات وحزب من هذه الأحزاب وكيان من هذه الكيانات. والأخ يوسف فيصل ومجموعة المجلس الوطني يعرفون وحضروا مؤتمر تشكيل تيار الغد السوري في القاهرة، والكتلة الآشورية حضرت أيضا مؤتمر تشكيل تيار الغد السوري. فمن هنا مسألة كثير مهمة. هاي الحوارات التي جرت لم تجري يوم أمس ويوم أول أمس، إنما أنا في القاهرة منذ شهر 10 كان الحوار واضح وصريح أنه سيكون هناك مؤتمر، وتشكلت لجنة تواصل ما بين المكونات الأربعة وبدأ العمل عليها. إنما وكان المؤتمر يجب أن يكون المؤتمر فيزيائي، إنما اللي حصل هو جائحة كورونا التي تسببت في عدم حراك أو تنقل المعارضين السوريين. اليوم شفنا آن الأوان لعقد مؤتمرنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووثائقنا طرحت للشعب السوري بدون إذن لا من الأمريكان ولا إذن من الروس ولا إذن من النظام ولا إذن من أي كائن على الكرة الأرضية. نحن أحرار في قضيتنا، نحن أحرار في ثورتنا، وهذا ما نؤكده. المجلس الوطني الكردي الزملاء فيه لم ينقادوا إلى أي أجندة، ونحن كتيار غد سوري لم ننقاد إلى أي أجندة من أي دولة. أستاذ قاسم الخطيب، حول مسألة الحريات ومسألة الأحرار وأحقية الإنسان السوري برسم مستقبله بيديه، في إحدى مقابلاتك مع الإعلام الروسي لقد تفضلت وقلت بأن 90% من مفاتيح الحل السوري هو بيد الروس. طيب إذا كان كذلك، أين هم الروس من كل هذه الضربات الإسرائيلية التي يعني تقصف الساحل السوري ليل نهار، من اللاذقية إلى دمشق إلى الرقة إلى الدير الزور إلى درعا إلى تدمر إلى دمشق إلى المهاجرين وكل المناطق السورية؟ فلماذا الروس لا يجدون حلا لهذه المقاتلات والحرب الإسرائيلية على النظام السوري؟ وأنت تفضلت وقلت أنه 90% من الحل الكامل، الحل هو بيد الروس، والآن تتفضل وتقول بأننا نحن أحرار في تقييم ورسم مستقبلنا. طبعا هذا الكلام اللي تفضلت به أنا حكيته من موسكو،
إذا أتذكر هذا اللقاء وأكدت، كان آنذاك مبعوث الرئاسة الروسية قادم من دول الخليج، كان له جولة في دول الخليج وعاد إلى موسكو. لما سألني الصحفي أو الإعلامي إنه ليش وصلتم كمعارضة سورية، أكدت له إنه أنا ماني جاي أتصور صورة سيلفي مع لافروف، إنما قضية بلدي والدم اللي عم يصير على الأرض السورية أنا من حقي إني دائما أتواصل مع الروس لأنهم لاعبين أساسيين في الملف السوري، وهاي حقيقة. فيما يخص اللقاء مع الروس والمفاتيح بيد الروس، نعم لليوم المفاتيح 90% منها بيد موسكو، ولم يكن هناك معارض سوري ولا تشكيل من المعارضة السورية منذ عام 2011 إلا ما زار موسكو والتقى مع القيادة الروسية من أجل الوصول إلى حل. مع الأسف الشديد اليوم نحن في اللجنة الدستورية. أستاذ لنستغل قدوم أستاذ فيصل. أستاذ فيصل أنت عم تسمعنا، تفضل، وجهت لك سؤال وسمعته، تفضل ممكن تجاوب بسرعة. والله الصوت يعني مع الأسف يعني أعتذر على رداءة النت وإزعاج المستمعين والضيف الكريم، يعني النت عندنا ضعيف جدا، يعني ما في عندنا حل يعني مع الأسف. تمام، صورتك صارت كويسة وصوتك حلو هلا، تفضل. تمام، يعني السؤال حول مسألة يعني أتصور كان الموقف التركي من بلا كمان راح للأسف. أستاذ قاسم، مع الإعلان عن هذه الجبهة، أنت معي أستاذ قاسم، ما هيك؟ أوكي. نعم. أوكي، مع الإعلان أستاذ فيصل عم بيروح وبيجي، للأسف اليوم النت كتير ضعيف مش لي. أستاذ فيصل تفضل. عم تسمعني هلا أستاذ عناية؟ تفضل. الموقف التركي، تفضل. الموقف التركي المعارض للمجلس الوطني الكردي السوري، موقف تركيا هو موقف معارض، وموقف المعارضة السورية القابعة في تركيا هي أيضا مواقف مهينة، فقامت بالكثير من التحليلات والكتابات والكلام المجلس الوطني حول تشكيل وقيام المجلس الوطني الكردي بالتعاون مع تيار الغد وفي تشكيلهم لهذه الجبهة. تفضل، ماذا تقول حول موقف تركيا وموقف المعارضة؟ مع الأسف يعني الصوت عم يجيني متقطع، بس حسب اللي فهمته بدي أرد. يعني نحن يعني أسسنا جبهة السلام والحرية مع الأخوة بتيار الغد والمنظمة الآسورية. البند الأول في مسألة الرؤية السياسية، كل أعضاء الجبهة يلتزمون بمنصاتهم في هيئات المعارضة السورية، من فتيار الغد بمنصة القاهرة، المجلس الوطني الكردي بالائتلاف الوطني لقوى الثورة، وأيضا المنظمة الآسورية. نلتزم بالعملية السياسية الجارية في سوريا وفق القرار 2254. نلتزم بإيجاد حل سياسي وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبناء سوريا كبلد متعدد القوميات كما تقر الجبهة بخصوصية الشعب الكردي والاعتراف بحقوقه القومية المشروعة. نحن صحيح نعيش في بلد وننشد حلا سياسيا يحقق أهداف مجمل الشعب السوري، لكن هنالك قضايا مهمة، منها قضية إيجاد حل لقضية التعدد القومي. وفي المقدمة نحن نعتقد بأن الشعب الكردي هو شعب أصيل يعيش على أرضه في سوريا منذ تأسيس الدولة السورية وحتى الآن، ولا نستهدف مكونا آخر. كما نقر بتطلعات الشعب العربي في سوريا لبناء سوريا ديمقراطية، وهدفنا مشترك في هذا المجال، وأيضا المنظمة الآسورية الديمقراطية. نحن كمجلس وطني كردي لنا شخصيتنا المستقلة، شخصيتنا الاعتبارية، سواء في الائتلاف الوطني أو في هيئة التفاوض. ونحن تفاوضنا مع حزب الاتحاد الديمقراطي منذ عام 2012، وكانت لدينا اتفاقية
في عام في تموز 2012 سميت باتفاقية هولير 1، وأيضا تفاهمات هولير 2 في عام 2013 واتفاقية دهوك. الآن نحن نتفاوض على أرضية اتفاقية دهوك، وعندما عقدنا تلك الاتفاقيات أيضا كنا أعضاء في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وتاليا في هيئة التفاوض. طالما دعينا لاحترام الخصوصية الكردية سواء بالائتلاف أو بهيئة التفاوض، الخلافات القائمة بيننا وبين حزب الاتحاد الديمقراطي حول مسألة الموقف من النظام، حقوق الشعب الكردي في سوريا، مسألة العلاقات مع دول الجوار، مجمل القضايا بحثناها وتوصلنا إلى رؤية سياسية مشتركة. هذه الرؤية أعتقد هي جزء من رؤية المعارضة عام لآفاق الحل السياسي في البلاد. أما عن الموقف التركي نعم تفضل. طيب استاذ فيصل، انتم كمجلس وطني كردي لقد طرحتم في برنامجكم السياسي الفيدراليه للكرد في سوريا، فاين هي الفيدراليه في مشروعكم السياسي الجديد الان في جبهة السلام والحريه؟ ام ان كما يقول البعض بان المجلس الوطني الكردي كان يعاتب على النظام السياسي للاداره الذاتيه ومبدأ أخوة الشعوب والأيكولوجيا، بينما ما تقومون به أنتم كمجلس وطني كردي لا يختلف كثيرا عن سياسات الأمة الديمقراطية حول الحقوق الكردية في سوريا؟ كيف ترى؟ تفضل. أولا أيضا خرج أستاذ فيصل. أستاذ قاسم، عم تسمعني أكيد؟ عم تسمعني استاذ قاسم؟ نعم اسمع. اوكي. هناك من يقول بان الامريكان السعوديه، استاذ فيصل عم بيطلع وبروح وبيجي صار. تفضل استاذ فيصل. هلا عم تسمعني؟ هلا عم تسمعني؟ تفضل. نحن في المجلس الوطني الكردي طالبنا ولا نزال نطالب بأن تكون سوريا دولة فيدرالية ديمقراطية متعددة القوميات تعترف بحقوق الشعب الكردي وحقوق باقي المكونات. طالبنا أيضا بالائتلاف الوطني وتحفظنا بالاتفاقية على أحقية مطلبنا، وهكذا بهيئة التفاوض، وجميعكم استمع لكلمة المجلس الوطني الكردي في بداية عمل اللجنة الدستورية. لا زلنا نعتقد بأن الشكل الأمثل للدولة السورية يجب أن تكون فيدرالية، وهكذا في جبهة السلام والحرية أكدنا بأن تكون سوريا دولة لا مركزية، دولة متعددة القوميات. نحن من خلال علاقاتنا بجبهة السلام والحرية أو بالائتلاف الوطني أو بهيئة التفاوض أيضا لنا رؤيتنا الخاصة، ونطالب بسوريا كدولة فيدرالية من خلال عملنا بهيئة التفاوض كمكون سابع مستقل، وهذا لا يتعارض بكوننا أعضاء في جبهة السلام والحرية. بلى. راح استاذ فيصل. استاذ قاسم الخطيب، هناك من استاذ فيصل انت موجود؟ الانترنت عم بينقطع بشكل مستمر عندكم بالقامشلي. استاذ فيصل انت معي؟ استاذ فيصل يظهر الخط عم بينقطع بشكل مستمر. اوكي. استاذ خطيب، هناك من يقول بأن الأمريكان والسعودية وكردستان العراق وأنتم اليوم في جبهة السلام والحرية تريدون تشكيل حلف أمريكي سعودي خليجي كردستاني للوقوف أمام الأطماع العثمانية الجديدة، وأنتم كتيارات وأحزاب كردية وعربية وأشورية أنتم مجرد
على المسرح في لعبة الأمم. كيف تقرأ ما يقولون في هذا الصدد؟ تفضل. يقولون ما يشاءون ويقولون ما يريدون. نحن شكلنا جبهة وطنية سورية وأسميناها جبهة السلام والحرية، والمن أسسها هم سوريون بدون أي دعم من أحد ولا بدون أي مانية من أي طرف. اليوم فيما يخص دول الجوار من يتعامل مع هذه الجبهة أو مع هذا التجمع فيما يخدم مصالح وقضايا الشعب السوري سنتعامل معه. الأخوة في جمهورية مصر العربية باركوا هذه الجبهة، الأخوة في كردستان العراق أيضا باركوا في هذه الجبهة. لم نرى أي بيان من أي جهة أخرى يرحب أو يدين، إنما كل اللي تابعنا من خلال متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام، هناك من تهجم الإسلام السياسي أو من يؤمنون في الإسلام السياسي ولهم رقعة أرض مميزة ومعروفة في سوريا، وهناك أطراف أخرى تعمل على الأراضي التركية أيضا هم من هاجموا هذا المشروع. ولكن استاذ قاسم الخطيب، هناك من يقول بان ما تقومون به من اعلان وتشكيل اجسام سياسيه معينه في الشمال السوري او الشرق السوري هو يعني يخدم وبالمطلق الاجندات المصريه السعوديه الكردستانيه ومن وراء الامريكان. هناك من يكتب بقوه في بعض الصحف. اليوم الملف السوري عمره ما يقارب 9 سنوات. هذه الدول التي تفضلت او تكلمت بمسمياتها لو أرادت أن تعبث بشكل سلبي بالملف السوري كان عبثت منذ زمن بعيد. إنما أنا أؤكد أن هذه الجبهة هي الجبهة وطنية ليست لها أي أجندات ولن تعمل إلا لصالح سوريا والسوريين. وأنا أتحفظ على ذلك السؤال مع احترام الشديد إلى أستاذي. أنا أؤكد أن هذه الجبهة هي جبهة وطنية سورية تؤمن بالحل السياسي وكل المكونات اللي هم فيها ممثلين. انا استاذ خطيب عذرا يعني من حق المشاهد او السائل ان يسال بعد اذنك، يعني عندما تبارك مصر وعندما تبارك السعوديه هذه قيام هكذا جبهات، يعني هذا يعني يخطر بالبال كثير من الاسئله ويرسم استفهامات. يعني نحن في الوسط الاعلامي لنا الحق في ان نتساءل: هل تريد مصر ان تحارب تركيا وتترك جبهتها الليبيه وتاتي الى الشمال السوري او الشرق السوري لتحارب تركيا عن طريق هذه الجغرافيا المفتوحه؟ بالتاكيد جمهوريه مصر العربيه لن تتدخل عسكريا في الملف السوري في المطلق منذ بدايه الثوره السوريه، ولم ترسل اي جندي مصري على الحدود السوريه التركيه. من يدافع عن سوريا امام اي احتلال خارجي سواء تركي ولا أمريكي ولا روسي ولا إيراني هم السوريين. إنما نحن نرحب بأي دعم عربي على أي جبهة إن كانت دعم سواء في الجامعة العربية أو ضمن خطيب. قبل ما انتقل لعند استاذ فيصل، قبل ما يروح، انتم كمشروع سياسي وكجبهة السلام والحرية تطمحون او تريدون ان تشكلون في المستقبل ذراع عسكري معين ما لحماية سياساتكم ووجودكم في الشرق والشمال السوري؟ السؤال إذا كان موجه لي ما سمعته أبدا، يعني ما فهمته. يعني ما أجي لعندك، لا السؤال موجه للأستاذ قاسم. أستاذ قاسم تفضل. طبعا هذه الجبهة هي جبهة سياسية وأهدافها وطنية واضحة وتحددت في الوثيقة السياسية وفي المؤتمر الصحفي. إنما هناك كان جناح عسكري لتيار الغد السوري موجود في شرق الفرات وممتد من مدينة الرقة، حدود مدينة الرقة إلى دير الزور، وكانت خلفيته حتى خلفية قيادته كانت موجودة في رأس العين، وشارك مع الاتحاد مع المجتمع الدولي على محاربة الإرهاب، وقاتلوا وقدموا من الشهداء في الرقة وقدموا من دير الزور. وأنا آنذاك كنت على الجبهة مع الشباب، زلت عن طريق مدينة أربيل
والتقيت مع المقاتلين وحكيت على الإعلام لما كانت قوات التحالف الدولية بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية وتيار الغد السوري موجودين يقاتلون. وصلنا الآن زملائنا ورفاقنا. اثنين، فيما يخص الزملاء والأخوة في المجلس الوطني الكردي، أنت تعرف جيدا بأنه قوات البشمركة هي ذراع للمجلس الوطني الكردي. طبعا أي خطر على منطقة الجزيرة والفرات في المستقبل بالتأكيد نحن نتمنى يكون لهم أي دور. إنما في الفترة السابقة كثير من الدول والسوريين ذات أنفسهم منعوا دخول هذه القوات إلى منطقة الجزيرة للحفاظ على السلم الأهلي وعدم الاقتتال الكردي. إنما اليوم بعد هاي التحالفات والحوارات إذا استمرت وفي نفس الوقت وصلنا إلى اتفاق بالكامل على مناطق الجزيرة، بالتأكيد سيكون لهذه القوات فيما لو دمجت دور جيش وطني بالتأكيد سيكون لها دور، وهذا ما نتأمله. شكرا أستاذ قاسم. حدود سوريا. شكرا. لا أذهب إلى أستاذ فيصل. أستاذ فيصل، هناك من يقرأ الصورة بشكلين مختلفين يعني حول تشكيل هذه الجبهة. هناك من يقول بأنه ونتيجة للضغوط الروسية والإيرانية الإدارة الذاتية واقعة بين نارين، إما تسليم المنطقة للنظام والترحيب به، وهناك تيار قوي ضمن صفوف البيادة يريد هذا، وإما ترك قدر هذه الإدارة وهذه المناطق للعواصف والاستسلام للقدر التركي كما حدث في عفرين. فهناك سيناريو من هذا القبيل. هناك من يقول بأن الإدارة الذاتية واقعة بين نارين، هناك من يطلب منهم بتسليم المنطقة للنظام، أي الترحيب بعودة النظام والروس والساحة، ولكن من خلال تشكيل هذه الجبهة المدعومة من الأمريكان وكردستان العراق والسعودي المصري قد أبعد شبح قدوم النظام مرة ثانية. كيف تقرأ هذه الصورة؟ تفضل. أكرر مسألة الصوت وتقاطع الصوت، لكن على قدر فهمي بدي أجاوب على السؤال. أولا، الجبهة لم تؤسس ولم تنطلق على بناء على ضغوطات من جهات خارجية دولية أو إقليمية، وإنما الجبهة هي حاجة وطنية، حاجة لعلاقات ومكونات عرب، كرد، سريان، آشوريين. انطلقت هذه الجبهة في سياق تنشيط عمل المعارضة ووحدتها. كررت نحن بالمجلس الوطني الكردي والمنظمة الآسورية الديمقراطية أعضاء بالائتلاف الوطني وبهيئة التفاوض، وأيضا تيار الغد السوري. نحن جميعا نلتقي بهيئة التفاوض والتفاوض مع النظام من خلال الإشراف الدولي والرعاية الدولية. الجبهة هي حاجة محلية وحاجة وطنية، وتم الإعلان عن هذه الجبهة بمعزل عن أي ضغوطات دولية. التحليلات التي تقول أن هذه الجبهة ستتفاوض مع النظام أو مع أي جهات أخرى ليست لها أساس من الصحة، لأن الجبهة تلتزم بالعملية السياسية والقرارات الدولية، ولا سيما القرار 2254. بالنسبة للموقف التركي كما تفضلت سابقا، من مفاوضاتنا مع حزب الاتحاد الديمقراطي، مفاوضاتنا مع حزب الاتحاد الديمقراطي هي لحل الخلافات القائمة، وإن توجت هذه المفاوضات باتفاق سيكون اتفاقا وطنيا حول مجمل القضايا الوطنية والحل السياسي في البلاد وحقوق الشعب الكردي. لكن أذكر بأن المجلس الوطني الكردي كان عضوا بالائتلاف الوطني، وعندما وقع اتفاقية دهوك، وعندما اتفاقية هولير 1 وتفاهمات هولير 2 واتفاقية دهوك، الاعتبارات الأخرى
أو التحليلات الأخرى التي تقول بأن هذه الجبهة قد بنيت لاعتبارات إقليمية أو غير ذلك لا أساس لها من الصحة، ونتأمل خيرا من تنشيط عمل هذه الجبهة على صعيد العلاقات المكونات الكردية العربية السريانية الآشورية في مناطق تواجدنا في المناطق الكردية، تنشيط العمل الوطني العام باتجاه إيجاد حل سياسي من خلال عملنا بهيئة التفاوض وصياغة الدستور. استاذ فيصل، سؤال ثاني قبل ما تروح، يعني لان الخط عندك عم بنقطع وانت هلا موجود معنا على الخط. قبل يومين خرج الاستاذ سعود الملا وقال على الملا وامام الاعلام بانه يتوجب على العناصر الكرديه الغير سوريه في الاداره الذاتيه مغادره الاراضي السوريه. الا يعني هذا بانكم اعلنتم الحرب على الاداره الذاتيه ومن بابها الخلفي، وخاصه بعد اعلانكم هذه الجبهة، جبهة السلام والحرية؟ تفضل. مع الأسف الصوت كان متقطع، يا ريت لو تكرر السؤال. أوكي. قبل يومين أستاذ فيصل طلع أستاذ سعود الملا على الإعلام وقال بأنه يتوجب على العناصر السورية بالخروج من سوريا. ألا يعني هذا بأنكم قد أعلنتم الحرب على الإدارة الذاتية؟ بخروج شو استاذ عناية؟ خروج الكردية الغير سورية. الصوت عم بينقطع. بكرر المرة، الخط انقطع. استاذ خطيب، هناك من يقول، او بالاحرى راح اجيك من خلال سؤال في صلب التحليلات، المشاكل القومية، يعني حول المشاكل القومية هناك الكثير من الدول مثل بأوروبا، هون كثير الزيارات إلى أوروبا وأنت تشاهد كيفية الحلول للمشاكل القومية، خاصة إذا كان بلد متعدد القوميات والإثنيات. كيف تستطيع وكيف ترى الصورة الناجحة، الصورة الجميلة للتعايش القومي في دولة سويسرا؟ 3 قوميات، فعلى الموظف في الدولة أن يتعلم 3 لغات، وكل القوميات متساوية أمام القانون في الواجبات والحقوق. لا فضل لفرنسيين على إيطاليين أو على ألماني في سويسرا. هل تطمحون من خلال برنامجكم هذا إلى دور مشابه لهذا؟ وهل سيشعر الكردي دائما وستلاحقه هذه النقصية أو هذه الدونية دائما وسينظر إلى نفسه بأنه مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة؟ تفضل. بدك تسمح لي شوي؟ تفضل. بدي أحكي من خلال تجربتي الذاتية. التقيت سنة 2013 مع أحد القيادات في السلطة الفلسطينية، وأنا كعربي قومي قدم لي نصيحة انه بالنسبه للاخوه الكرد في سوريا قوميه وثاني قوميه، متفقين انا وهو على هذا الكلام. اكد لي يجب ان تكسبوا الطرف الكردي والقوميه. ماذا كان ماذا؟ يجب ان تكسبوا الطرف الكردي والقوميه الكرديه باعطائهم كافه حقوقهم كي لا يغردوا خارج الاراضي السوريه ويذهبوا باقتطاع جزء من سوريا. طبعا ممكن هاي تكون انا لدي قناعه. اليوم أنا أطالب بحق الكردي قبل حق العربي، لأنه الأخوة الكرد انظلموا على مدار 50 سنة السابقة. كان في ظلم على الشعب السوري ككل، إنما كان وقع ظلم على القومية الكردية من قبل نظام حزب البعث وهذا النظام الاستبدادي. انظلموا في لغتهم، انظلموا في تعليمهم، انظلموا في مدارسهم، انظلموا في عدم إعطائهم وثائق إقامة. فاليوم نحن كطرف عربي نطالب بسوريا دولة مواطنة لكل السوريين بكل الإثنيات والقوميات والطوائف. وعندما طرحنا مشروع اللامركزية الإدارية الموسعة، ما عاد هذا المطلب هو للكردي فقط أو للمسيحي أو للأرمني أو للآثوري،
هو مطلب لكل السوريين. خيرات الحسكة المفروض من يستثمرها أهل الحسكة، وخيرات القامشلي للقامشلي، وخيرات دير الزور لدير الزور، والرقة للرقة. هذا ما قصدناه في موضوع اللامركزية، يكون أبناء المنطقة وأبناء القرى وأبناء المدن هم من يديرون شؤون ذاتهم. يعني استاذ خطيب، خليني معك بهالبصليه. يعني هل المركزيه الاداريه التي تطمع او التي تتكلم حضرتك عنها، هل لها غطاء سياسي معين؟ طبعا هي ستكون مطلب كل السوريين. سوريا لن تعود ما قبل 2011. سوريا الجديدة ستكون دولة مدنية ديمقراطية لا مركزية. ألمانيا 18 مقاطعة، كل مقاطعة تستثمر خيراتها الداخلية وتلجأ في النهاية إلى المركز فيما لو لحاجاتها الغير الخارجة عن نطاق إرادتها. لنذهب من خلال السياسية استاذ خطيب، يعني مشروع الإخوان المسلمين لا يشاركون الأحد في الحكم، ولا يعني يوازون المفاهيم الديمقراطية والعلمانية والتعددية وما شابه ذلك. يعني وتجربة الإخوان المسلمين وتجربة الإسلامويين بشكل عام في العالم العربي والإسلامي، فنحن السوريين الغير الإسلاميين يعني على الجبهات الأخرى كيف نستطيع أن نشرك هذه الشريحة الكبيرة من الإسلاميين ديمقراطية علمانية متعددة؟ هل تقبل هذه الشريحة الإسلامية التي ارتهنت للأجندات الغير الأجندات الإقليمية؟ هل نستطيع أن نبني سوريا بدونهم، أو إذا جبناهم فينا نحن نشكل جبهة عريضة، جبهة مثل يعني تجربة الائتلاف ظاهرة أمام العيان؟ طبعا سوريا ما قبل 2011 لم يكون هناك تواجد بالمطلق لتيار أو حزب الإخوان المسلمين قولا واحدا. تجربة الإخوان المسلمين في مصر أنا كنت عايشها بعد صراع للوصول إلى السلطة ما يقارب 85 عام لحزب الإخوان المسلمين. عند أول تجربة لما استلم هذه السلطة مباشرة أسقطوا الشعب المصري وحدد خياراته. أيضا التجربة في تونس أجهضت وأسقطت بالأحرى، واليوم تنظيم الإخوان المسلمين هو مصنف في أغلب دول العالم تنظيم إرهابي. نحن كسوريين ندعو إلى محاربة هذا المرض السرطاني، إلى الإرهاب في كل العالم وليس في كل الأراضي السورية. وأكد على مسألة صديقي كثير مهمة. اليوم حاولوا أن يكونوا هم على مدار 7 سنوات 8 سنوات يضعون يدهم على مفاصل المعارضة السورية. مع الأسف السوري فشلوا، وهذه النتيجة من قتل ومن ذبح ومن تهجير يتحمل الإسلام السياسي ويتحمل الإخوان المسلمين جزء كبير منها. اليوم ضمن مفاصل مؤسسات المعارضة الرسمية هل هناك حضور أو وجود لتيار الإخوان المسلمين؟ هو ممثل في الداخل الائتلاف لسبب الجغرافيا تلعب هنا دور، وممثل من بين 120 130 أو 90 عضو في الائتلاف. لا يوجد 4-5 أعضاء له داخل هذه المؤسسة نتيجة الوضع الجغرافي للائتلاف. اوكي خلينا نشرك استاذ فيصل. استاذ قاسم، عندما كنا في الائتلاف ككتلة وطنية ديمقراطية ما يقارب 35 عضو، كان تحالفنا مع المجلس الوطني الكردي والمكونات الأخرى القومية، استطعنا أن نقود الائتلاف على مدار 2 سنين. استاذ خطيب خليك معي لنشرك استاذ فيصل. استاذ فيصل عم تسمعني؟ استاذ فيصل اوكي تفضل. استاذ فيصل سؤالي كان لك. قبل يومين خرج الاستاذ سعود الملا على الإعلام وقال بأنه يتوجب على العناصر الكردية غير السورية في الإدارة الذاتية مغادرة سوريا،
وفسر الكثيرين منهم بأن هذا هي عبارة عن حرب من قبل الأناكسة على الإدارة الذاتية. كيف تقرأ هذه الصورة؟ تفضل. نحن نتحاور مع حزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب الحليفة معه، وليس مع الإدارة الذاتية. نحن ننشد اتفاقا بين الكرد السوريين بمعزل عن أي تأثيرات خارجية، ونعمل كي تحترم هذه الاتفاقية من قبل مجمل القوى الكردستانية. كما تعلمون فحزب الاتحاد الديمقراطي له علاقات مع حزب العمال الكردستاني. نحن دائما سعينا وسنعمل على إنجاز اتفاقية كردية سورية الإدارة تكون حصريا الإدارة بمجمل جوانبها يجب أن تكون من الكرد السوريين، وأن تعبر عن هذه الإدارة عن الشخصية الكردية وترسم السياسات الاستراتيجية للشعب الكردي وتجسد الموقف الكردي الموحد. ما أن تكون هنالك تدخلات من أي جهة فهذا لن يكون محفزا لتقوية هذه الإدارة وتطويرها في المستقبل. يجب أن نقطع الذرائع أمام أي تدخلات خارجية، أن نكون بموقف كردي سياسي سوري بحت. ما طرحه سعود نطرحه نحن من خلال الاتفاقية، بأن تكون هذه الاتفاقية اتفاق بين الكرد السوريين بمختلف تياراتهم وتوجهاتهم، وكما طالبنا في اتفاقية دهوك من مجمل القوى الكردستانية مؤازرة الشعب الكردي وتقديم الدعم له. أيضا الآن نحن لسنا في وارد أي اتفاقية تكون لأي جهة كردستانية يد بالموضوع. حتى في مسألة الدفاع والحماية نحن نؤكد على أنها من واجب الكرد السوريين، ويجب أن يشترك المجلس الوطني الكردي وعبر قواته لشكري روج في عملية الدفاع والحماية عن المناطق الكردية. أستاذ فيصل، معروف عن الإدارة الذاتية يعني رفضها القاطع لسياسات المجلس الوطني الكردي سابقا قبل ترتيب البيت الكردي وقبل تعاونكم ومجيئكم إلى الداخل السوري. أنتم كمجلس وطني كردي لقد طرحتم في برنامجكم السياسي الفيدرالية للكردي في سوريا. أكرر هذا السؤال مرة ثانية لأن بعض المشاهدين عم بيكتبوا لي، فأين هي الفيدرالية في مشروعكم السياسي الحالي؟ هل تخليتم عن مشروع الفيدرالية السياسية للكرد كقضية وطن، كقضية شعب وتاريخ وأرض للكرد في مشروعكم الجديد تحت المسميات المختلفة؟ أستاذ فيصل راح مرة ثانية للأسف عم بينقطع كثير الخط. أستاذ قاسم، أستاذ قاسم تفضل، ممكن أنت تكمل فكرتك اللي كنا عم نحكي فيها. أستاذ فيصل تفضل. ألو نحن من خلال، عم تسمعني أستاذ؟ تفضل. نحن في بداية عملنا أنجزنا رؤية سياسية مشتركة. هذه الرؤية تؤكد على أن الشعب الكردي شعب أصيل يعيش على أرضه في إطار الدولة السورية، ونشترك في مطلب بناء سوريا دولة ديمقراطية فيدرالية وإيجاد حل للقضية الكردية وفقا لما ذكرت، باعتباره شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية. هذه الرؤية تم الإقرار بها في اتفاقية دهوك في اتفاقية هولير، واعتمدت أيضا في اتفاقية دهوك واعتمدناها حاليا.
هذا المشروع تم التأكيد عليه من قبل الأخوة في حزب الاتحاد الديمقراطي في سياق الرؤية السياسية المشتركة. أستاذ فيصل، ألا يعني تشكيل هكذا جبهات وتتشكل جبهات أخرى على المسرح السياسي في الشمال والشمال الشرقي في المناطق الكردية والمناطق العربية الأخرى، ألا ترون بأن تشكيل هكذا منصات أو أجسام سياسية جديدة هي آتية على حساب الجغرافيا السياسية للإدارة الذاتية؟ أستاذ فيصل؟ والله ما سمعت السؤال يا أستاذ. قلت لك أستاذ فيصل، تشكيل هيك أجسام سياسية، تشكيل الإعلان عن تشكيل الأجسام تأتي يعني هذه المسميات على حساب الجغرافيا السياسية للإدارة الذاتية الحالية؟ سؤال مشروع، لكن نظرا لكثرة التعقيدات في الواقع السوري فيجب أن نبين للناس الحقائق. أبدا هذه الجبهة لا علاقة لها بما طرحته من أنه على حساب المشهد السياسي للإدارة الذاتية. الجبهة الحالية التي أنشئت مفاوضاتها وحواراتها منذ عدة أشهر، والمجلس الوطني قرر في السابق أهمية العلاقات مع مختلف القوى الوطنية والمكونات القومية داخل البلاد، وهذه الجبهة ستكون نواة لتشديد وحدة المعارضة والتنسيق في العمل المعارض لإيجاد حل سياسي في البلاد. بلى أستاذ فيصل، كيف تقيمون دور كردستان العراق في الأحداث الجديدة في الشرق السوري؟ فكان لكردستان العراق الدور البارز ودور مهم في ترتيب البيت الكردي ووحدة الخطاب وترتيب الرؤى السياسية للطرفين الكرديين المختلفين، وأيضا يظهر أنه لكردستان العراق له دور أيضا، دور سواء من خلف الستار أو سواء في دعم الإقليم في دعمه لتشكيل هذه الجبهة الجديدة من قبله. تفضل. فلأكن منصفا، منذ بداية الثورة السورية على الأقل وحتى الآن قيادة إقليم كردستان دعمت حقوق الشعب الكردي في سوريا، كما أكدت دوما على أهمية بناء علاقات مع مختلف المكونات السورية، كما دعمت الحل السياسي ووضع حد لإراقة الدماء السورية. والتقينا مع الرئيس مسعود برزاني، كان يطلب منا دوما ما نريد وما نرغب، ولم يفرض علينا أي توجه معين، بل كان يؤكد ويكرر ما نريد حتى يقدم لنا ما نريد. هنالك مئات الآلاف من السوريين في إقليم كردستان العراق كضيوف، ويقدمون لهم المساعدات اللازمة ومدوا يد المساعدة دوما لمختلف الجزيرة السورية أو في غيرها، لكنهم يرون وحدة الموقف الكردي في سوريا. وكما سمعتم في الإعلام كانت أبوابهم مفتوحة دائما لزيارات المعارضة وغيرها. هم بوارد إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وهم يدعمون قرارات الأمم المتحدة كما نسمع وكما نرى على أرض الواقع.
وهم في وارد بناء علاقات جيدة مع مختلف المكونات السورية، ولا أعتقد أنهم في وارد أي توجه تدخل يؤثر بشكل سلبي على نضالات المعارضة ووحدتها. أستاذ فيصل، قبل ما ينقطع الخط مرة ثانية، كيف تقيمون أنتم في الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي الأناكسي، كيف تقيمون دوركم في الائتلاف وهذا الدور المنشود جبهة السلام والحرية؟ كيف تستطيعون التوافق بين الكتلتين، يعني كتلة الائتلاف الوطني السوري وكتلة جبهة السلام والحرية؟ هل هناك تناقضات؟ يعني أنتم كجسم سياسي كردي تستطيعون أن تلعبون سياسة براغماتية بين الطرفين، لأن الطرفين نوعا ما مختلفين في الرؤى وفي السياسات العامة؟ أبدا، يعني مجمل النقاط الواردة في الرؤية السياسية متوافقة تماما مع الرؤية السياسية العامة في البلاد وبيان جنيف بيان الرياض 2، وهذه الرؤية جزء من الرؤية السياسية لأطراف مختلفة. المنظمة الآسورية والمجلس الوطني هم أعضاء في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وللعلم نحن في المجلس الوطني الكردي شاركنا في مؤتمر القاهرة بالنسخة الثالثة، وأعلنا أننا لن نكون بالضد من أي طرف أو فصيل المعارض، ونعتقد بأن هذه الجبهة ستكون عامل لدفع النشاط السياسي والضغط باتجاه الحل السياسي لمجمل الأوضاع في البلاد. أؤكد بأن الجبهة لن تكون على الضد من الائتلاف، ونحن متوافقون تماما في هذا السياق. أستاذ فيصل، ولكن من خلال متابعاتنا يعني كتبت بعض الأقلام القوية في التيارات الإسلامية ضمن الائتلاف وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، يعني كتبت بقوة وبحزم وبنوع من البغض والكره تجاه هذه الجبهة الوليدة الجديدة في الساحة السورية، وكأنها تقول، يعني جماعة الإخوان المسلمين وكأنها تقول أنه المجلس الوطني الكردي تركنا ونحن بدنا نطلع من المولد بلا حمص. ربما تسرع في الحكم من قبل بعض الشخصيات في الائتلاف. نحن نحكم على موقف الائتلاف، ولنا حوارات مستمرة كهيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي مع الائتلاف، ونتحاور ونبين ونوضح التوجهات، ولم نسمع حتى الآن أي موقف من الائتلاف بشكل عام. أما بعض الشخصيات فهي تتسرع كما تسرعت في الحكم على مفاوضاتنا مع حزب الاتحاد الديمقراطي، وهذه الشخصيات استبقت النتائج وبنت بعض الأمور الافتراضية وفقا لرغباتها. الجبهة السلام والحرية ستكون رديفا قويا لوحدة المعارضة والالتزام بالحل السياسي والقرارات الدولية في هذا الشأن. أما إذا كانت هنالك بعض الشخصيات تستبق الأمور وتحكم وتقول أن الجهة الفلانية أدارت الظهر، فنحن نقول لهم نحن نسعى بأن تكون المجمل الطيف المعارض موحدين في إطار هيئة التفاوض وفي إطار العمل لخدمة الشعب السوري وطرح برنامج ملبي والاتفاق لصياغة دستور ينهي الوضع القائم ويضع حدا لمعاناة الشعب السوري بكل فئاته. طيب أستاذ فيصل، لنفرض أنه في قادمات الأيام لو طلبت جماعة الإخوان المسلمين الدخول في الجبهة الجديدة والجبهة الوليدة، هل لجماعة الإخوان المسلمين مكان معين، مكان ما في هذا الإطار السياسي الجديد؟ أعتقد الجبهة الجديدة رؤيتها السياسية واضحة، ولن تكون مغلقة أبدا أمام أي جهة سياسية تلتزم رؤيتها السياسية، وأي جهة تلتزم بالعملية السياسية وتوجهات هيئة التفاوض السورية. الجبهة ستكون مفتوحة، وستكون مواقف الجبهة
مع مجمل قوى المعارضة الوطنية، أو ستسعى الجبهة كي تكون علاقاتها؟ بلى. انقطع الخط مرة ثانية أستاذ خطيب. كسبنا وقت وحكينا مع أستاذ فيصل. أستاذ قاسم الخطيب العزيز، يعني عذبناك معنا، لأني أستاذ فيصل عم بدخل وعم بيطلع وعم بدخل وعم بيطلع. الرؤية السياسية للجبهة الجديدة، للجبهة السلام والحرية. أستاذ فيصل، أستاذ قاسم، كنت بدي أسألك عن جد، يعني وقت شفنا مشاهد انعقاد الجلسة والبيان اللي خرج والرؤية السياسية، شفنا يعني المنظر وشفنا الصور افتقرت إلى العامل المشترك بين كل هالمكونات، وخاصة العلم السوري. ما يجمعنا في هذا الوطن هو علم موحد. لماذا لم يرفع أي علم، سواء علم النظام أو علم الثورة السورية؟ هل كانت هناك إشكالية، أم كانت مجرد يعني سهو أو نسيان، أم سقطة سياسية؟ تفضل. لا، بالتأكيد هو إهمال من التقنيين اللي كانوا موجودين داخل القاعة، ولا نكيل لهم أي تهمة بشيء آخر. إنما بتصوري اللي كانوا هم خارج سوريا كان العلم موجود، سواء اللي ألقى الوثيقة أو اللي حكى في المؤتمر الصحفي أو كلمة الشيخ أحمد الجربة، كان العلم واضح ولوجو التيار واضح. إنما اللي حصل في القاعة ممكن يكون سهوا وبتصوري غير مقصود. ولا الإدارة الذاتية ما سمحت برفع هذا العلم؟ هلا أنا يعني كانت الأسئلة موجهة لصديقي الأستاذ فيصل كله حول موضوع الإدارة الذاتية. أنا لي موقف خاص من موضوع الإدارة الذاتية. يعني الكرد السوريين واللي اليوم عاشوا في التجربة وكانوا على رأس الإدارة الذاتية، أنا بالنسبة لي أعتبرها إلى حد ما تجربة ناجحة. خلينا نكون صادقين ونعطيهم ونكون منصفين مع أخوتنا الكرد داخل سوريا. إنما نحن خلافنا كما نختلف مع المهاجرين الذين قاتلوا إلى جانب داعش، أيضا نختلف مع مقاتلين اليبكة والببكة أو اللي أجونا ولا يحملون أي جواز سفر أو أي بطاقة سورية. فنحن نطالب الإدارة الذاتية اللي هم قسم كبير منهم زملائنا، وفي حوار كان سابق بيننا وبينهم، وزرناهم في عين عرب وزرناهم في تل أبيض وزرناهم في رميلان، وقاتلنا سوية مع قوات النخبة، قاتلنا الإرهاب، مشكورين جدا وقدموا الكثير من الشهداء والضحايا وترفع لهم القبعات. إنما خلافنا هو حول موضوع المقاتلين الأجانب فقط الذين يقاتلون داخل الأراضي السورية من قبل أي طرف، سواء المقاتلين الذين قاتلوا إلى جانب داعش، سواء المقاتلين الذين استثمرتهم القوات التركية طيب. داخل الأراضي السورية أستاذ قاسم، سؤال يطرح نفسه. من ميليشيات طائفية قدمت من لبنان أو قدمت من العراق. هؤلاء طيب أستاذ قاسم، سؤال يفرض نفسه. إخراج من الأراضي السورية. طيب أنتم في جبهات المعارضة، من جبهة السلام والحرية إلى الائتلاف، إلى المجلس الوطني الكردي، إلى كل المنصات في موسكو والقاهرة والسعودية وغيرها من الدول، إلى كافة الأطراف، كيف ترون وكيف تنظرون إلى حالة المعارضة المنهكة والمتعبة، وكيف تقيمون دور هذه المعارضة ودور تركيا وتجنيد السوريين من إدلب والكثير من المناطق السورية الأخرى؟ تركيا تقوم بتجنيد السوريين وإرسالها إلى ليبيا. أنتم كمعارضة وأنتم كجزء أيضا من الائتلاف الوطني السوري، كيف تقيمون هذا الوضع؟ يعني معنى ذلك عند إعلانكم لهذه الجبهة، جبهة السلام والحرية، كثير من الأقلام وكثير من الكتاب والصحفيين قالوا بأن هذه الجبهة ستكون إن شاء الله جبهة بديلة للائتلاف، لأن الائتلاف لقد تحول إلى جسر يعبر عليه أردوغان ويرسل السوريين ويصفهم بالمرتزقة، وكل العالم عم بيوصف السوريين بالمرتزقة
وعم يرسلهم إلى ليبيا. كيف تقيمون الدور التركي في القضاء على الثورة السورية بشكل عام؟ تفضل. هلا بالتأكيد لن تتشكل هذه الجبهة لتكون بديل عن أي جسم سياسي، إنما هي مبادرة من هذه المكونات لوحدة المعارضة السورية. الائتلاف جسم سياسي معترف به دوليا وله خصوصيته، وهذه الجبهة أيضا هي مشروع وطني ولها خصوصيتها ولها رؤيتها السياسية كما للائتلاف رؤيته السياسية. نحن نلتقي. سوتشي خرجت بمبادرة بدستور جديد لسوريا تم التوافق عليه من كل مكونات المعارضة وحتى من هيئة المفاوضات، وحتى تشكلت اللجنة الدستورية، فهي من كل مكونات المعارضة بما فيها. يعني طيب استاذ خطيب، يعني انتم في هذه الجبهة الجديدة اليس من حقكم مناقشة ومفاتحة الائتلاف؟ لماذا تركيا ترسل السوريين الى ليبيا؟ طبعا اليس من حقكم؟ في مواقفنا السياسية واضحين. قبل ما نروح باتجاه ليبيا، نحن في منصة القاهرة أصدرنا بيان بإدانة التدخل التركي واحتلاله لمنطقة أفرين، لمدينة أفرين، واحتلاله لمدينة راس العين، واحتلاله لمدينة تل أبيض. هاي إدانة وبياناتنا واضحة من كل أي عدوان تركي باتجاه شمال شرق سوريا أو باتجاه الشمال السوري بالنسبة لنا مدان. بالنسبة لأخوتنا وحلفائنا اليوم، المعلومات المفروض أنه أنا ممكن أجاوب عليها أيضا، بس حضرتك وجهت الأسئلة كلها للأستاذ فيصل. المجلس الوطني الكردي علق عضويته في الائتلاف، وأيضا للمتابع يدرك أنه كل التدخلات التركية اللي حصلت أو على الأراضي السورية أدينت من قبل الأخوة في المجلس الوطني الكردي في بيانات. حتى منصة موسكو اللي هي حليفة إن في هيئة المفاوضات أصدرت بيانات. هيئة التنسيق الوطنية الذي هي يعتبرونها ونعتبرها في يوم ما هي المعارضة الداخلية والتي تخرج وتعود إلى دمشق، أيضا أصدرت بيانات واضحة من التدخل التركي. اليوم فيما يخص إرسال شباب سوريين مغرر بهم إلى ليبيا، هذا مدان مننا كمعارضة سورية ومدان من كل السوريين الذين هم يحملون هاجس وطني. هل نحن صنعنا أبناءنا أو أنجبنا أبناءنا لكي يذهبوا ويقاتلوا في ليبيا؟ كيف نحن نرفض تدخل أي مقاتلين أجانب في سوريا ونسمح على أبنائنا أن يكون ضحية في بلد آخر اسمه ليبيا؟ الليبيون هم معنيين بشأنهم وحل قضاياهم، كما السوريين اليوم هم معنيين بحل قضاياهم والحفاظ على شبابهم. هؤلاء شباب مغرر بهم. نعم، عملت المخابرات التركية على تجنيدهم وزجهم في معركة نحن بغنى عنها. أستاذ قاسم الخطيب، هل هو صحيح كما يقال بأن تيار الغد السوري ممنوع من الدخول إلى تركيا وأنتم محاربون من قبل الدولة التركية؟ لا أبدا، نحن على مسافة واحدة من كل طرف يخدم مشروعنا الوطني ويخدم شعبنا السوري. تركيا قدمت خدمات للسوريين على مستوى الطبابة، على مستوى اللجوء، على مستوى عبور، على مستويات كثيرة. إنما أخطأت أيضا في كثير من القضايا. ممكن أنا استبعدت فترة من الفترات من الدخول إلى الأراضي التركية، إنما مع الأيام عدت إلى تركيا وأخذت تأشيرة الدخول، وأهلي هناك ما زالوا على الحدود قابعين على الحدود السورية التركية. إنما نحن ندين تمويل الإرهاب داخل الأراضي السورية من قبل السلطات التركية بمال قطري. طب أستاذ قاسم الخطيب، عم نتجه شوي لنهاية البرنامج. رسالة الجبهة، جبهة السلام والحرية، رسالتكم للنظام كيف ترون أو كيف تنظر، وما هي رسالتكم للنظام بشكل عام؟ رسالتنا كانت واضحة، وأنا سئلت هذا السؤال من قبل وسائل الإعلام كثيرة: هل ستفاوضون النظام
بالتأكيد نحن لا نفاوض النظام إلا من خلال هيئة المفاوضات ومن خلال القرارات الدولية. هذا النظام له باع بالمراوغة والقتل، غير مأمون الجانب بالنسبة لنا كمعارضة سورية. نحن قارعنا النظام من سبعينات القرن الماضي، ونعرف على أي تركيبة هو يركب أو يمشي في خط سيره. اليوم يعني ألا يوجد في أجنداتكم الذهاب الفردي والمباشر إلى النظام إلى دمشق؟ لا يمكن أنه ينفتح أي خط مع النظام لا عبر الروس ولا عبر غير الروس. نحن نفاوض وفد النظام من خلال الأمم المتحدة، ولا يمكن هذا النظام أن يصدق معنا إلا عن طريق الأمم المتحدة. وإن طلبت السعودية منكم؟ إذا طلب منا الشعب السوري ممكن احنا كمعارضة لن نذهب، والسوريين لن يطلبوا هذا الطلب بالتأكيد. لا تغضب استاذ ماشي، نحن مجرد سؤال، لنوجه سؤال اخير لاستاذ فيصل. استاذ فيصل يوسف العزيز، يعني الخط عندك عن جد كان كثير ضعيف، النت كان عندك ضعيف. رح ناخذ وجهة نظرك حول الرسائل السياسية لهذه الجبهة. كيف تقيم موقف السعودية وموقف كردستان العراق ورسالتكم للعالم بشكل عام، الرسالة السياسية لهذه الجبهة ومستقبل الشعب الكردي في سوريا بشكل عام؟ تفضل. أولا نتطلع إلى دعم ومؤازرة كل القوى الدولية والإقليمية للضغط باتجاه إيجاد حل سياسي للوضع القائم في بلادنا، هذا الوضع المتأزم، هذا الوضع الكارثي. نحن في الجبهة وفي الائتلاف الوطني وفي هيئة التفاوض جميعا نسعى لوضع حد لمعاناة الشعب السوري، والجبهة الحالية أيضا جزء رافد لقوى المعارضة وجبهة داعية للحل السياسي. ندعو ونناشد كل القوى المعنية لضغط على النظام باتجاه إيجاد حل سياسي. أما عن آفاق ومستقبل الحل السياسي في البلاد، فمن خلال استقراءاتنا للوضع هنالك توجه دولي ضاغط باتجاه عقد اللجنة الدستورية في أواخر الشهر القادم، ونتأمل أن تتمكن هذه اللجنة صياغة دستور في أقرب وقت معين. على صعيد الشعب الكردي في سوريا، فنحن جزء من الدولة السورية، ولنا تصورنا السياسي لبناء الدولة السورية، والتي نرى بأن الشكل الأمثل لهذه الدولة يجب أن تكون فيدرالية. هنالك قوى وطنية تقر وتعترف بحقوق الشعب الكردي في سوريا، وأيضا الائتلاف الوطني وحتى بيان الرياض. نعمل كي نكون متضامنين متآزرين لبناء سوريا أن تكون دولة لكل أبنائها، لا ننشد هيمنة على أي طرف، لا نستهدف أي مكون بذاته، بل نرغب ببناء علاقات أخوية في إطار الوطن السوري. الجبهة ستكون رافدا بعمل المعارضة نحو إيجاد حل سياسي تحقق تطلعات السوريين في بناء بلد تعددي والاعتراف بحقوق كل المكونات القومية، والشعب الكردي كشعب أصيل يعيش على أرضه طالما عانى من الحرمان ولا يزال محروما من حقوقه القومية واستهدف في وجوده. ننشد كل القوى المعنية لمؤازرة مختلف قوى المعارضة لتحقيق تطلعاتهم في سوريا المستقبل. أستاذ فيصل، سؤال أخير. أمريكان موجودين بقوة في الشرق السوري، والأمريكان لهم حضور عسكري أكثر من السياسي، ولكن يعني يعملون على الجبهة السياسية أيضا. ماذا يطلب الأمريكي منكم أنتم كمجلس وطني الكردي؟ ماذا يطلب الأمريكان منكم تحديدا في الحوارات؟
البينية بينكم وبين الإدارة الذاتية وبينكم وبين الأطراف العربية، ماذا يطلب الأمريكي منكم بالتحديد؟ الأمريكي حتى بداية العام الحالي كانوا يؤازرون الحل في مؤازرة محاربة داعش وإنهاء داعش، لكنهم منذ بداية العام هم يقومون بعمل لتطبيق القرارات الدولية وإيجاد حل سياسي للوضع القائم في البلاد، وأكدوا أننا بأنهم يريدون أن يكون للمجلس الوطني دور في الحل السياسي في البلاد، وهم الآن يسعون لوحدة الموقف الكردي لتحقيق في إطار سعيهم لوحدة المعارضة والدفع باتجاه مفاوضات جنيف وصياغة دستور وبناء هيئة حكم انتقالي من خلال القرارات الدولية. طيب أستاذ فيصل، هل هو العامل الأمريكي أو الوجود الأمريكي هو عامل ضامن لما تطمحون إليه في المستقبل؟ نحن بداية نرتئي بأن تكون علاقات كل السوريين علاقات مبنية على بناء سوريا دولة ديمقراطية متعددة القوميات، لكن القضية السورية باتت قضية دولية بامتياز. الضامن الوحيد هو رعاية دولية لكتابة دستور وإجراء انتخابات برعاية دولية والإقرار بحقوق القوميات، ليست أمريكا فقط وإنما الرعاية الدولية لبناء الدولة السورية وصياغة الجمهورية الجديدة. هل هناك نية من قبلكم بالخروج من الائتلاف الوطني السوري؟ نحن مكون سابع بهيئة التفاوض السورية ولنا ونحافظ على عضويتنا بالائتلاف الوطني لقوى الثورة. نحن مكون قومي في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة كما غيرنا، ونسعى لتطوير وتفعيل عمل الائتلاف ومعالجة مختلف الأخطاء في عمل الائتلاف على الصعيد الوطني وعلى صعيد مواقفهم من مختلف القضايا بالحوار، وارتأينا خطة عمل لمعالجة هذه القضايا بالاجتماعات الدورية وحل أي مسألة تعترض طريقا. طيب أنتم كشركاء لجماعة الإخوان المسلمين في الائتلاف الوطني السوري، هل ناقشتم جماعة الإخوان المسلمين وسألتم لماذا ترسلون المرتزقة من إدلب ومن عفرين إلى ليبيا أنتم كشركاء في هذا الائتلاف؟ أليس من حقكم أن تسألوا في هذه الزاوية المظلمة؟ نحن بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بموجب اتفاقية واضحة وصحيحة ننشد معا لبناء سوريا ديمقراطية، نبني على المشتركات في عملنا ونضع نقاط الخلاف جانبا. مشتركاتنا هو العمل من أجل سوريا ديمقراطية متعددة القوميات، سوريا دولة لا مركزية تعبر عن مختلف الطيف السوري. أما ما هو جاري من مسألة إرسال مجموعات إلى ليبيا أو إلى أخرى أو إلى أماكن أخرى، فهذا الموضوع لم يدرج بعد على جدول عمل الائتلاف أو تم الإقرار بأنه تم إرسال. بلى أستاذ فيصل راح مرة ثانية. أستاذي العزيز قاسم الخطيب، بحسب ما تفضلتم أنتم أيضا حول السياسات وحول الوطن السوري والتآخي القومي الكردي العربي الآشوري، هذا الفسيفساء الجميل الكبير الكبير، كيف تنظرون إلى عفرين كحالة احتلال وحالة يعني هي خارج كل منطق الاحتلال أيضا؟ يعني بعفرين تطبق
قوانين الأحكام العرفية، ولا للائتلاف الوطني السوري أو المعارضة السورية ليست لها أي سلطة ولا 1% على ما يجري في عفرين. عفرين على شفير الهاوية، عفرين خرجت أكثر من نصف أهلها إلى البراري وإلى الغياهب، غياهب الموت والغربة وإلى آخره. اليوم يسكنون بعفرين وقرى عفرين من داغستان وطاجيكستان وتركمانستان وجيورجيا وإلى آخره، ويسكن غريب قبل القريب. كيف تقيمون هذه السياسة وكيف تنظر إلى الحالة العفرينية كحالة سورية بالنقطة الأولى، والنقطة الثانية كحالة قومية كردية رديفة للثورة السورية وللمعارضة ولجبهتكم أيضا؟ تفضل. طبعا عفرين ليس حالة فريدة، إنما هناك عدة حالات متشابهة مع عفرين وتعم فيها الفوضى وقلة الأمان على المواطنين السوريين المتواجدين سواء العرب أو الكرد. هناك تل أبيض تعيش أزمات غير طبيعية وحالة من الفوضى من تقودها فصائل مدعومة من تركيا ومن سلاح تركي. وهناك أيضا منطقة رأس العين العزيزة علينا وعليكم أيضا هي تعاني من هذا الاحتلال. جزء كبير من شمال وشمال شرق سوريا هو يخضع تحت ما يسمى التطرف والمقاتلين الأجانب. بلى تيار غد سوري كمنصة طائرة مدام بكل أشكاله. لذلك نحن نطالب بإخراج كل القوى الأجنبية سواء مجموعات أو أفراد من الأراضي السورية. بلى أستاذ قاسم كمان خرج من عم تسمعني أستاذ قاسم؟ أستاذ قاسم نحن نطالب، نعم تفضل. نحن نطالب كل القوى الأجنبية سواء أفراد أو جماعات أو إذا كان هناك جيش نظامي بإخراجهم من الأراضي السورية. لا نقبل أي عنصر أجنبي على الأراضي السورية، لا متطرف ولا متعصب في قوميته أو يريد اقتطاع جزء حتى من سوريا. هذا كله بالنسبة لنا مرفوض، وهذا الشيء واضح من خلال رؤاينا السياسية، من خلال مؤتمراتنا. كل التدخلات الخارجية هي مرفوضة بالنسبة لنا كمعارضة سورية. فيما يخص الإدارة الأمريكية فيما يخص الإدارة الأمريكية من أولى أولوياتها هي محاربة الإرهاب. 2 هدفها الثاني هو محاربة المد الفارسي الإيراني في سوريا. واليوم وجود الأمريكان اللي قدموا لنا أيضا من أجل تحرير مناطق الجزيرة والفرات من هذا الخطر من داعش، في النهاية لن يقيموا في الأراضي السورية عندما تكون هناك تسوية سياسية تشمل كل الأراضي السورية تحت مظلة الأمم المتحدة، وتكون هناك انتخابات عادلة للشعب السوري كي يقرر مصيره تحت لواء الأمم المتحدة. اوكي، بتشكرك استاذ قاسم الخطيب. كلمتك الاخيره راح تكون ايضا يعني تاخذ منا دقيقه او دقيقتين، ممكن تتفضل بكلمتك الاخيره للمشاهدين وللمتابعين. تفضل. كلمتي الاخيره انا تفضل. بلى انا باكد على اخراج كافه القوى الاجنبيه سواء افراد او جماعات او جيوش نظاميه من الاراضي السوريه، ويجب رحيلهم آجلا أم عاجلا. أما ما يخص القوات الأمريكية التي هي متواجدة اليوم في الجزيرة السورية وفي شرق الفرات، احنا التقينا أكثر من مرة مع الأمريكان، أكدوا على أنه من أولى أولويات الإدارة الأمريكية هي محاربة داعش ومحاربة الإرهاب. النقطة الثانية هي محاربة المد الفارسي الإيراني في المنطقة، وهذا ما تعمل عليه الإدارة الأمريكية. إنما الأمريكان في النهاية لن يكون لهم، هم ليس سلطة احتلال، لا، لما تكون هناك بيئة آمنة ومناطق آمنة في كل جغرافية سوريا سواء في الشمال أو في الشمال الشرقي أو في درعا أو في الوسط، والذهاب إلى حل
في صياغة دستور جديد لسوريا وصياغة دستور للوصول مع هيئة المفاوضات التي تمثل الشعب السوري ورفض النظام في النهاية بضمانات دولية إلى حل سياسي أولا وأخيرا للحفاظ على وحدة الأراضي السورية. بالتأكيد الأمريكان سيكونون خارج جغرافية سوريا، وهم قدموا ليس ليبقوا إنما خارجون. إنما عندما نرى أو نتابع المشروع الفارسي وماذا يفعل في دمشق، وذا من موضوع التشيع في درعا وفي دير الزور، نرى هذا المشروع الفارسي بغطاء طائفي شيعي. نعم، نحن نطالب اليوم بإخراجهم. عندما أيضا نرى في مناطق أفرين وشمال سوريا هؤلاء المقاتلين الذين لا ينطقون باللغة العربية، نطالب اليوم بإخراجهم. عندما نرى مقاتلين حزب الله الذين يقاتلون ومارسوا أبشع الجرائم بحق السوريين سواء في حمص أو في درعا أو في السويداء أو في ريف دمشق، أيضا نطالب بإخراجهم. فيما يخص الروس، طبعا الروس هي دولة وكان لها تواجد على مياه المتوسط، وسوريا هي آخر مركز أو آخر نقطة كانت لموسكو. اليوم ممكن إجراء تفاهم معها، وليس هي دولة احتلال، وليس هي تجلب لنا بالمقاتلين. نعم، هي دعمت النظام من 2014 لليوم من خلال سلاح دفاع جو. إنما عندما ننظر إلى المشروع الروسي بالتأكيد يختلف عن المشروع التركي والمشروع الإيراني. بلى، في ختام البرنامج نشكر ضيفينا الأستاذ قاسم الخطيب عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري، والأستاذ فيصل يوسف عضو الهيئة القيادية في المجلس الوطني الكردي. شكرا لكما، وبنعتذر كثير عن الانقطاع المستمر للإنترنت من داخل مدينة قامشلي. والشكر موصول لكل المشاهدين مشاهدي قناة روشن تي في، ومثل ما قلنا بنشكر ضيفينا العزيزين. الشكر موصول للمشاهدين والمتابعين من فريق العمل وطاقم البرنامج على شاشة روشن تي في. أجل نستودعكم معكم وبكم نلتقي. روشن تي في بأمان الله، وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء. سامحيني المرة عشان خاطري أنا بعدي غصب عني، واليوم بيفوت سنة من غير ما أحسب كلامي.
يا حبيبتي قلتلك ازاي بعدك حعيش ماليش عنك غنى. من چیم کرد با تو عشقم دلاره تو کات روی بسر چولاره گا عشق تو کاتی دوری لیم غازی چیت ببلیم هر تو بوی پیت و تم لکوی بی من هر دیم. تو عشقی تو من هرگز لا ندم لا وفا وسوزي تو احلف بهواكي وانا قلبي مصدق ان انا بهواكي وانا لسه بعشقك ولا حبعد عنك تاني ولا حنسى حبنا وادينا يا حياتي رجعنا لبعضنا. من چیم کرد با تو عشقم دلاره تو کات روی بسر چولاره گا عشق تو کاتی دوری لیم رازی چیت ببا هر تو بوی پیت و تم لکوی بی من هر دیم. سامحيني المرة دي عشان خاطري أنا بعدي غصب عني واليوم بيفوت سنة من غير ما احسب كلامي يا حبيبي قلت لك ازاي بعدك عايش ماليش عنك غنى.